السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازاي الولاد؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب في احسن صحة واسعد حال. العيد خلص ولا لسه؟ النهاردة تالت يوم العيد على فكرة. كل سنة وانتم طيبين. اخباركم ايه وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا اتبسطتوا في العيد كده وربنا يفرح الجميع يا رب ويسعد الجميع. النهارده بقى نعمل حاجة بقى في العيد كده للولاد يتبسطوا بيها، يعني أكلة خفيفة كده وسريعة. زينة طبعا، انتوا عارفين كلكم في رمضان زينة بقى من الأكل كله ومن ده ومحاشي والدوشة بتاعت ايه الأكل دي. هو صراحة هو يعني رمضان مش للأكل، اللي هو للعبادة يعني. ورب رمضان يا جماعة رب السنة كلها. أساس الناس بتهتم بالعبادات في شهر رمضان قوي وبزيادة وده لا، ما عشان احنا صايمين وده حرام وده كذا. رب رمضان يا جماعة رب ايه السنة كلها. ايوه، مش معنى رمضان خلص بقى الناس تهمل وتستهتر، لا مفيش الكلام ده طبعا. ربنا موجود طول السنة و... وربنا يا رب يصلح حالنا وحال ولادنا وحال الجميع و... ويحسن ختامنا يا رب. أهم حاجة البني آدم كده إيه يتقي ربنا في كل حاجة في حياته، في بيته، في مع زوجته، مع زوجها، مع أولادها، مع أولاده. أهم حاجة الناس مع بعض، أهم حاجة الناس تتقي ربنا في حياتها عموما، عشان من يتقي الله يجعل له إيه مخرجا. وده اللي احنا بنقوله، رب رمضان يا جماعة هو رب إيه السنة كلها ورب الشهور كلها. ولا انتوا مش معايا في الكلام ده؟ ايوه، يلا ربنا يصلح الحال للجميع. النهارده قلنا نعمل اكلة كبدة خفيفة كده للولاد، حاجة كده على السريع. دي كبدة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، متقطعة قطع. وهنا دي قلوب، طبعا لازم القلب يجي مع الكبدة، متخلين القلب قد الكبدة بالظبط، الكمية الوزن يعني بس هو هنقول ايه. ودي فشة كانت عندي الحقيقة، سلقتها وقطعتها قطع، اتسلقت وحطيت لها توابل برضو في السليق. وبرضو هشوحها بقى تبقى كده في السندوتشات حلوة ايه. برضو تدي طعم برضو مع الكبدة ومع القلوب. خلاص كده. وده توم، عليه ملح وعليه فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة وفلفل حامي. جزء من فلفل حامي لان لقيته حامي جدا زي ما انتم شايفين، شكله حتى يدل اهو ان هو مولع. فطبعا ما ينفعش احط كله ونشطشط ايه بقنا بقى وبق ولادنا، ما ينفعش يا جماعة، لازم الشطة والحاجات دي بالراحة. واللي حابب يزود بقى في الشطة يخلي جنبه بقى ايه فلفل او اي حاجة حامية حابب ياكلها هو على جنب ليه هو، لكن ما ايه ما نولعش الاكلة نفسها. خلاص. وده فلفل رومي متقطع. والحقيقة انا عاملة برضو فلفل مفرزاه، فلفل رومي برضو مفرزاه، هنزل بيه برضو مع الفلفل ده عشان انا عايزة كمية كده تبقى حلوة يعني. مرضتش افضيه الا لما ايه اوريهولكوا. اه، ده برضو مفرزاه. اي حاجة عندك حبيبتي حاسة انها هتدبل منك هتبوظ، جايبة كمية، انتوا عارفين حاجة ملهاش روح تقعد. فانا الحقيقة كان عندي كمية جايباها، فقلت بدل ما تبوظ لا افرزها وهتنفع بقى في الاكلة دي. وده يا جماعة ده التوم، اللي هي الجزئية الخضراء لما بتيجي تفرم التوم، دي الجزئية الخضراء اللي بعد الراس على طول. بقطعها برضو بشتغل بيها زيها زي التوم عادي. خلاص. انزل بقى بيها مع التوم دوت. ايوه، دي اللي هي العروش اللي هي الخضراء اللي بتبقى في التوم. لما بتيجوا تفرزوا التوم يا جماعة وتفرموه ما ترموش العروش دي اهي. بص مقطعاها انا كده ايه، وبستغلها طرية وكلها مية وليها وطعمها برضو ايه في التوم، فهمتوني؟ ايوه، ما ترموهاش خسارة. حتى انت بتفرمي بره خديها من البياع اللي انت فارمة عنده. خلاص، اللي بيفرم لك خديها، عندي شنطة مليانة عشان انا فرزت التوم بتاعي وفرمته بره يعني. وخدت بقى الايه العروش دي بس، اللي هي اللي تلاقيها ناشفة ما تستعملهاش، دي كده زي المية طرية. خلاص. اللي وانت بتشتغلي بتقطعي وبتبقي بتشوفي بقى لو حاجة فيهم ناشفة كده ما تستعملهاش ارميها.
خلاص انا قلت اقطع دول قدامكم معاكم تعرفوا ان ده توم كده اللي هو ايه العروش الخضراء اللي بعد الراس على طول. ايوه، وبياخد الجزئية بتاعة الراس يفرمها، بيفضل بقى العروش بتاعته، فانت بتاخدي الجزئية اللي فوق خالص بنفس المسافة والطول اللي انت شفتيه ده، بس كده. وطبعا الفلفل ده مش هحط منه تاني، انا خلاص خدت كفايتي، حاجة بسيطة عشان حامي جدا فما ينفعش حرام اخد منه. بس كده خلصت الحاجة بتاعتي. ناشفة اهي مثلا مش هاخدها اهي، مثلا دي ناشفة كده، بس كده. يبقى انا كده خلصت حاجتي كلها. هعمل ايه بقى؟ طبعا الفشة مسلوقة خلاص كده، وطبعا دي مش هنزل بيها دلوقتي خالص، اللي هنزل بيه الاول القلوب، عشان كده انا قطعتها لوحدها، عملتها قطع زي ما انتم شايفين، قطع كده عشان ايه تتعمل في السندوتشات تبقى حلوه ما تبقاش حجم كبير. هنزل بالقلوب هحمرها وتستوي، وبعد ما احمرها وتستوي هنزل تاني بالفشه رغم انها مسلوقه، بس هنزل بيها بعد ما القلوب تستوي، ليه؟ عشان تتحمر تاخد تحميره برضو حلوه، وكمان سواها يبقى كويس قوي. مقطعها قطع صغيره اهو، منها شرايح ومنها مربعات حسب القطعه اللي ايه اللي بتبقى في ايدي. خلاص. وبعد ما اسوي القلوب كويس هنزل بالفشه اشوحها هي كمان، وهنزل بعد في الاخر خالص بالكبده. انتوا عارفين الكبده ما بتاخدش وقت النار، بتبقى تقلبتين وخلاص. طبعا في اثناء التوقيتات دي انا بنزل بالفلفل في توقيت معين وبالثوم في توقيت معين، والقصه دي انا بس بحكي لك ايه اللي هسويه الاول في الحاجات دي. خلاص. انا بقى وانا بسوي بنزل بقى بالتومه واحده واحده، بنزل بالفلفل وهكذا زي ما انتوا طبعا فاهمين، وهتبقوا معايا في الاكل. خلاص كده. هننزل الاول كده زي ما قلنا بالقلوب، نشوحها الاول كويس قوي، مش هنزل بالتوم دلوقتي خالص، لان لو نزلت بالتوم والقلب بيستوي التوم هتتحرق مني. خلاص. يبقى انا لازم اهم حاجه اسوي القلوب دي كويس، بعد كده الحاجات التانية مش هتاخد وقت على النار، هنزل بقى بالفلفل الرومي وبالتوم وهكذا. بس انا حطيت الزيت، هنزل بقى بالقلوب اهي. اول حاجه هنزل بيها بسم الله الرحمن الرحيم القلوب. طبعا توطي النار وانت نازله باي حاجه عشان الزيت ما يطرطش ويعمل مشكله. طبعا انا كده هشوحها في الزيت وهسويها كويس جدا كده. خلاص يا جماعه القلب بتاعنا استوى اهو. هنزل بقى بالثوم اللي هو الاخضر اللي هو العروش مع الثوم التاني مع التوابل، عشان يتشوحوا شويه كده قبل ما انزل ببقيه الايه الحاجه، عشان عايزه بقى تاخد الريحه والطعم الحلو الاول وتشوح شويه كده. ايوه الروايح بدات تهل اهي. وانا كنت مغطيه عليها، غطيت عليها عشان تستوي على طول، تستوي في ميتها منها فيها في البخار بتاعها. خلاص. برضو هقلب التومه شويه كده حاجه بسيطه، هعلي النار. ايوه عشان مغطيه برضو، هعلي النار عشان انزل بقى الروايح كده الجميله اهي ظهرت. تومه بقى بالتوابل اللي فيها، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه. انتوا عارفين بحب انزل بالكزبره في المقليات والمشويات والاكل عموما كله. كزبره مفيده وبتدي طعم وريحه حلوه للاكل عموما. خلاص. ومفيده جدا يا جماعه الكزبره، ايوه مهمه جدا مهمه جدا لمرضى السكر، مهمه جدا الناس اللي بتحس بدوخه كده، والناس بتقوم تطحن كزبره وبتاخد منها على الريق كده نص معلقه عشان تبقوا عارفين، فهي مفيده، دخلوها في اكلكم كله، وحلوه جدا لمرضى السكر. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض ويسترها علينا وعلى الناس كلها يا رب. هنزل بقى بايه كده. خلاص اتقلبت حلوه. هنزل بقى بالايه بالفشه المسلوقه ومتقطعه. ايوه لازم برضو تاخد شويه تشويحه حلوه عشان تاخد الطعم والريحه الحلوه قوي اللي انا طالعه عليا، مش قادره اقول لكم الجمال كله. برضو ايه هغطي عليها واوطي تتشرب من بعض، عايزاها تتشرب من التومه وتتشرب من طعم القلوب، وهي نفسها تتشوح تبقى برضو محمره حلوه. بعد كده بنزل بالفلفل، وبعد كده بالكبده في الاخر. يعني انا هنزل بالفلفل قبل الكبده بس مش دلوقتي، هنزل بالفلفل امتى؟ لما الفشه بتاعتي تتحمر برضو حلوه
وتاخد الريحة الجميلة والطعم الجميل. خلاص هوطي عليها وهغطيها بالغطا 5 دقايق وهرجع لكم. خلاص الفشة كمان اهي شربت كده من الطعم، وحطيت لها ملح تاني عشان دلعة. ايوه بصوا المنظر ده بقى، انا عايزه المنظر ده. هنزل بقى بالفلفل قبل الكبده. ايوه لازم اقلب الفلفل شويه، بعد كده انزل بالكبده اخر حاجه عشان الكبده ايه ما بتاخدش نار كتير زي ما انتوا عارفين. شويه فلفل حلوين اهو، من متفرز على فلفل عندي برضو مش متفرز. حط حبه حلوين كده عشان ايه بيدوا ريحه وطعم الحلو الحقيقه قوي قوي. اقلبها كده في بعض عشان برضو الفلفل يدبل. وبعدين هغطي عليها برضو نفس القصة، عايزة اغطي شوية برضو عشان خاطر التلج ده يفك من الفلفل. بعد كده ايه هو مش هيغيب يعني. بعد كده هقلبه تقلبتين يدبل واروح نازلة برضو بالكبدة. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين كده الفشة مع القلب حلوة، اتحمرت كده تحميرة حلوة عشان الفشة انتوا عارفين بتبقى طرية، فزودوا عليها التحميرة شوية. اللي عايزة تنزل بالفلفل الرومي تأجله شوية عشان نازلة بيه من بدري، عشان هو كان فيه مية عشان متفرز عشان يفضل لونه فاتح. انزلي بيه متأخر، انا نزلت بس بيه بدري عشان زي ما بقول لكم كده انا ايه كان فيه مية لازم اخرج المية دي منه يعني. خلاص كبده برضو انا اتخرت بقى عشان عايزاها تاخد برضو ايه زي صدمه كده لوحدها. الاول اقلبها الاول لوحدها كده شويه كده. خلاص اهو هنزل بقى بشويه ملح نحيقها بقى عشان ايه تدلع شويه. ايوه عشان تنزل على الكبده برضو ايه بتحتاج الكبده تبقى مملحه شويه، هي برضو بتبقى فيها سنه مراره كده يعني. لازم تنزلي عليها هي بشويه ملح وشويه فلفل اسود، برضه هي بتحب الفلفل الاسود. ايوه احنا حاطين في التوابل اللي اتنسلت بس الايه بتنزلي بالكبده بقى غير بتقلبيها برضه شويه في الايه في الملح والفلفل لوحدها الاول، تشرب كده بالملح والفلفل عشان ايه الكبده مهما كان فيها سنه مراره يا جماعه. ايوه بس كده بقى شربت، ونروح مقلبين كله بقى تاني في بعض كده. ايوه التشويحه الحلوه دي. ايوه نوطي بقى النار عشان ايه الفشه هي اللي بتفرقع كده. انا قصدي طبعا ان اشوحها غمقها عشان الفشه يا جماعه تبقى ايه في القطمه تبقى حلوه، مش عايزاها تبقى طريه، تبقى كانه كله كبده يعني فاهمين، تبقى في القطمه في العضه كده تبقى حلوه تقطم. انا مقطعاها صغيره برضو كله بس انا عايزاها تقطم شويه تتندخ، مش عايزاها تبقى طريه يعني. لسه هقلبها دقيقتين وكده وهنطفي النار ونرجع بقى مع بعض تاني. كده خلاص يا جماعه اكلنا خلص، ملح متظبط والحاجه زي الفل اهي، تشويحه حلوه كده. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. تحطي الطحينه الاول، عايزه تحطيها على الوش نعمل كده ونعمل كده. خلاص ايوه تمام كده. وسلطه الطحينه اللي هي الطحينه اللي انا عاملاها على ايدي معاكم. ايوه لسه عاملاها في فيديو قريب كده. ايوه كده اول سندوتش بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده نعمل بقى ايه طحينه برضو الاول زي ما قلنا، وبعد كده نعمل الكبده والحاجه بتاعتنا. عايزه افتحها قوي لحسن ايه هيتقطع. ايوه كده كده يس تمام. ايوه نحط بقى كده.
كده برضه حاجة بسيطة بقى. بس هنكمل بقى السندوتشات على كده وهرجع لكم. كده خلاص يا جماعة، أكلنا خلاص. قلبنا القلوب زي ما انتم شايفين، والورد والحاجات الحلوة والشجر والدنيا اهو، شجرة اهي، شجرة حبنا دي. يلا، ربنا يصلح الحال للجميع، واعملوا الأكل بالطريقة الحلوة اللي تفتح النفس كده. و... وسلطة الطحينة دي محطوط عليها نفس التتبيلة بتاعت الكبدة. حط على الطحينة برضو الثوم والملح والفلفل والكمون والكزبرة الناشفة والفلفل الحامي، نفس التتبيلة بتاعة الكبدة بالظبط. خدت منها جزء وعملت بيه ايه، الطحينة، سلطة الطحينة. خلاص. وانا بنزل بقى بحب اعمل حاجة كده مع الطماطم دي عشان يبقى طعمها حلو. والسلام لو في جرجير، بس للأسف بقى الدنيا عيد والدنيا، كنت جايبة ودبل الحقيقة. ماشي، لازم ترششيها كده ايه، رشة ملح كده على خفيف يعني، ملح. وتنزلي عليها برضو بايه، بشوية كمون، بيدي للطماطم دي طعم حلو قوي قوي. اهو زي ما انتوا شايفين كده المنظر قدامكم. شوية كمون بايديكي كده عشان تعرفي توزعيه صح. لو نزلتي بالمعلقة مش هيتوزع منك صح. خلاص. بتبقى طعم الطماطم بالملح والكمون حكاية حلوة قوي قوي، جربوها هتعجبكم. يلا حبيبة قلبي، اعملوا الأكل بالطريقة الحلوة دي، واعملوا الأكل بحب، وحبوا بعض، واتقوا ربنا في بعض. والدنيا لازم، يعني لازم يا جماعة، الواحد بيشوف حاجات وأوضاع بتزعل. يعني الواحد لازم برضو، بما إننا ناس كبيرة، بنشوف حاجة برضو تصرفات ممكن تؤدي لمشاكل كبيرة بعد كده. فالواحد بيبقى حابب يتكلم لما بيشوف أوضاع كده يعني. لازم الناس تبقى قلبها على بعض، ونرحم بعض، ونحب بعض كده، ونتقي ربنا في بعض، عشان خاطر ربنا يلاقي لنا مخرج يا جماعة. ما هو المخرج بإيه؟ مش بالصلاة والصوم وخلاص. لا يا حبايب قلبي، احنا هنخش الجنة برحمته. عارفين يعني ايه رحمته؟ يعني احنا لازم نكون رحمين بعض في الدنيا عشان يرحمنا هو. ما هي الدنيا كده حبايب قلبي. ايوه، يلا حبايب قلبي، بألف هنا وشفا كده عليكم وعلى ولادكم، وألف هنا وشفا علينا. وتفضلوا معانا تنورونا. واكل خفيفه وسريعه، وشويه بطاطس محمره برضه عليهم كمون وملح. والخضره بتاعتك زي ما تكون بقى، طبق سلطه، شويه مخللات اللي عندك، اللي موجود في البيت. خلاص كده. واعملوها بالطريقه كده، وانزلوا بالتوقيت بقى بالحاجه زي ما قلت لكم. خصوصا لما يكون في حاجه طريه زي الفشه، لازم تتشوح شويه، تتحمر شويه. خلاص. يلا بألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وطبعا كلتوا بقى الرنجة والفسيخ والملوحة والحاجات الحلوة دي زي حالاتنا يعني. احنا ما بنكترش في الحاجات دي قوي عشان بنتعب يعني، فاهمين ازاي. الحمد لله على كل حال. ويلا كل سنة وانتم طيبين، وربنا يصلح حالنا وحال ولادنا وحال بلادنا وحال العالم كله والبلاد كلها والناس كلها. ونسمع كده أخبار حلوة تسر القلب كده. الواحد نفسه يسمع أخبار حلوة كده تسر القلب الحقيقة يعني. يلا حبايب قلبي، شكرا ليكم، والاشتراك في القناة يلا، والشير واللايك والكومنتات الحلوة. اعملوا الأكل اهو بطريقة جميلة حلوة قوي، لذيذ وحلو وخفيف. وأكلات الولاد بيحبوها، وسريعة وخفيفة، متاخدش وقت زينا طبعا من الأكل كله بقى. خارجين من رمضان بندور على الحاجات اللي ايه، اللي تفتح النفس بقى غير وكله حلو وكله رضا، زي ما دايما بقول لكم، دايما نحمد ربنا في كل الأحوال يا جماعة، ونرضى بكل شيء عشان ربنا يحلي حياتنا ويحلي دنيتنا. الإنسان لازم يرضى بكل حاجة في حياته ودنيته عشان يشوف الدنيا حلوة يعني. خلاص. يلا حبايب قلبي، الاشتراك في القناة، وعلوا لي القناة كده عشان تكبر بيكوا وليكوا. ومتشكرة جدا للناس اللي بتعلق لي وبتقول لي كومنتات حلوة. ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري، وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا. ويلا يا جماعة اشتركي في القناة حبيبة قلبي انت وهي، وعلي لي القناة دي كده الحلوة اللي نزلت لكم بشغل جامد وشغل جبار. وتفاعلي معايا بزر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والشير بقى والكومنتات واللايكات الحلوة والقلوب الحلوة
زي قلوبكم كده. وربنا يجعلنا كده ايه، نكون يعني ايه الواحد ايه، الناس تدعي له كده، بنعلم الناس، بنعرف الناس دنيتها، بنقول للناس الحاجة الصح والحاجة الغلط عشان الدنيا تبقى حلوة. وربنا يا رب ما يجيب حاجة وحشة لأي حد أبدا. شكرا ليكم وشكرا لكل تعليقاتكم الجميلة وذوقكم، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. يلا حبيبتي اشتركي في القناه وعلي القناه الحلوه اللي زيكم دي، والشير بقى شيري على قد ما تقدري لاصحابك بقى المنشن الجميل. وشكرا ليكم، واشوفكم على خير في وصفه جديده في حاجه حلوه جديده. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير، مع الف سلامه.